متزوج سودانيه لو عراقيه؟ لا لا سوداني. اذا انت صار لك 30 سنه هنا شلون طلقت مسكتك السودانيه؟ طلقت. طلقتها؟ نعم. ليش؟ حسب الظروف. يعني انت يعني اجيت متزوج؟ لا لا. تزوجت هنا بالعراق؟ ايه. هي هم مسافره كانت هنا كان هنا يعني إيه. بالمصادفه عرفتها؟ ايه. نعم. وتزوجت هنا؟ وزوجت هنا. وطلقتها؟ وطلقت. وبقيت بدون زواج؟ ايه نعم. بأسباب الظروف. اها. عندك منها اولاد؟ عندي واحد. وياها الولد لو وياك؟ لا وياه. هي رجعت الى السودان لو؟ رجعت السودان. اها. هي رجعت السودان. هي صعبه على استاذ ادم شويه صعبه. صعبه. ها؟ نعم. صعبه انه فاقد ولد. هي صعبه. حياة صعبة. ها؟ حياة صعبة. حياته هنا صعبه وايضا انت فقدت الزوجه والولد رجعوا الى السودان. نعم. زين انت ليش ما ترجع للسودان؟ الظروف صعبة، هم هناك صعبة وهنا صعبة نفس الشيء. ظروف يعني العمل ظروف العمل. العيش؟ العيش ايه. اها. نعم. هي هذا صعب شوي. انت تذكرتهم وتريد تبكي؟ ايه والله. ها؟ تذكرت ابنك؟ أنا أعتذر منك يا عزيزي. شوف هذه كلها سبحان الله مرتبطة بالمال، لأن الله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا كل المأساة سواء بالعراق أو غير العراقيين. حتى آدم، شوف الإمام علي عليه السلام يقول الفقر في الوطن غربة والمال في الغربة وطن. آدم إذا عنده أموال هسه ممكن يصير عنده بيت وزوجة وتمشي الأمور، ربما حتى زوجته ما مطلقها وابنه عنده، لأن عنده مال الحياة تستمر. ها؟ وهكذا. لكن هو ظروفه المادية الصعبة أدت به إلى هاي النتيجة وإحنا نعتذر منه. شكرا. شكرا لك.